صباح الفل عليكم. في ناس كتير بتسألني الا الراجل ده. في ناس كتير بتسألني انت بتشتغل ايه وايه علاقتك بالرخص. بصوا يا جماعه، دلوقتي حاليا انا شغال تمريض في مستشفى، تمام. وقبل ما اشتغل تمريض، دي شغلتي الاساسيه يعني. كنت شغال في مدرسه استخراج رخصه قياده سيارات بقى، موتوسيكلات، اتوبيسات، نقل كبير، اللي هي اللي مش اللي اسمها ايه، الفورك ليفت، الحاجات دي. فساعدت ناس كتير جدا انها تعمل رخص هنا في دبي يعني عامه، وبتكلم عن دبي بالتحديد. سواء بقى اقامتك مثلا من اي اماره تانية، بس انت عايش في دبي وعايز تطلع رخصه من دبي، كنت بساعد الناس. فانا دلوقتي سبت الشغل ده، بس ستيل بساعد الناس يعني، عشان الواحد الحمد لله كان عنده خبره كويسه في المجال. فبساعد الناس ان هو يسجل مثلا في المكان الصح، وبتبقى باقل تكلفه. ودلوقتي الموضوع كان بيجي لي وجع منه دماغ يعني على ما فيش، وانا ما بستفادش منه. مش حكايه ان انا ما بستفاد او ما بستفادش، انا ممكن ما استفادش عادي بس افيدك، بس اللي انا يتوجع دماغي لا. فبقيت مقتصر اللي هو ايه، مثلا اي حد صاحبي عايز مثلا يعمل رخصه، فبقول له اعمل 1 2 3. فده الشغل القديم. والشغل الجديد شغال تمريض زي ما قلت لكم في مستشفى. صباحكم زي الفل.